هي القواعد المهمة اللي لازم نلتزم بيها لما نيجي نقيس ضغط المريض، لأن عدم التزامنا بالقواعد دي أحيانا بيديني قياسات غير دقيقة. أول حاجة، المريض يكون قاعد مرتاح، دراعه مسنود كويس على المكتب أو المكان اللي احنا بنقيس فيه الضغط، ويكون في مستوى القلب. النقطة التانية، المريض ما يكونش قبليها بنص ساعة شارب شاي أو قهوة أو نسكافيه أو أي منتج فيه كافيين. ممنوع كلام المريض أو الطبيب على قدر الإمكان أثناء قياس الضغط. خلي بالك يا دكتور إن احنا بنقيس الضغط في الدراعين وبناخد بالقياس الأعلى، وخصوصا لو هبني على القياس دوت دياجنوزس أو كتبت علاج وبتابع نتيجة العلاج بتاعتي. الكف اللي بقيس بيه لازم يكون مقاسه مظبوط، لا هو واسع قوي لفينه على كذا مرة، ولا هو ضيق. فيفضل يكون عندك في العيادة اكتر من كف، سواء اللي هو للاطفال او للادلت او للناس الاوبيس، لان فكره ان الناس الاوبيس، وخصوصا لو احنا مش رافعين ملابس المريض كويس، فبنقعد نضغط على جهاز الضغط عشان الكف ما يفكش مننا، فبالتالي بيديني طبعا قياس غير دقيق. المريض ما يكونش عنده رغبة ملحة ان هو يروح للتويلت، لازم يكون قاعد مرتاح تماما. لو في قياس بسيط او فرق في القياس بسيط بين الدراعين، احنا قلنا في الطبيعي ان احنا بناخد بيه الاعلى، لكن لو في فرق واضح طبعا بيحتاج لمزيد من ال investigations. وبأكد مرة تانية ان احنا بنقيس في الدراعين وبناخد بيه القياس الاعلى.